السلام عليكم، اهلا بكم قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل اكلة كده على الماشي. هنعمل فراخ مشوية في الفرن، وهنعمل حبة محشي كده جمال. هجيب صلصة المحشي طبعا اللي انا مخزناها ومع حضراتكم، بس هحييها وان انا هحط عليها ربطة كزبرة على بقدونس على شبت طازة كده، وهدعكهم كده مع بعضيهم وحط حتة سمنة، واحط عليها التوابل. احط بصل بودر وتوم بودر وكمون وشطة وبابريكا وحبة فلفل اسمر. وانا عندي طبعا الكرنب بردك مخزناه مع حضراتكم. هطلعه هعملهم بسرعة قوي، يعني مش هياخدوا وقت. هجيب هجيب الورق كده وانا مقطعاه، طبعا هحشيه صوابع صغيرة. بص يا جماعة، عايزة اقول لكم حاجة بالنسبة للمحشي. لما الرز يبقى غالي بكبر ورقة الكرنب واصغر حبة المحشي، احط حبة رز شوية صغيرين. ولما الكرنب هو اللي غالي والمحشي رخيص بحط حبة رز كتار واصغر ورقة المحشي. لازم كده احنا نتصرف مع الوقت، وبتطلع المحشية جميلة في منتهى الجمال. يعني انا هنا بص حطيت حبة رز شوية صغيرين قد ايه، ومكبرة بردك ورقة الورقة بتاعت الكرنب. بص يا جماعة، بعملها صغيرة خالص، حلوة يعني. تبقى رز وخضار المحشي جميل، هو الكرنب جميل. فيتامينات وكده، حاجة حلوة يعني. والخضرة، ومكترة بردك الخضرة يا جماعة. يعني مش معنى كده ان مفيش رز، في رز. شفتوا بعالج الورقة دي رفيعة من فوق وتخينة كده من تحت. حطيت الحتتين الرفيعين على بعض وحشيتها. انا يا جماعه برصه الاول في طبق، وبعدين ارصه بقى في المكان اللي انا هطيب فيه. انا هعمله النهارده في الفرن، في فرن البوتاجاز كده، في صينيه. من اوله لاخره، يعني مش هطيبه فوق الاول خالص. انا بجيب المحشي، انا عاملاه طبعا في الطبق اهوت، برصه اربعات كده جنب بعض عكس بعض. يعني احط اربعه، مثلا، يعني اربعه بالطول وجنبيهم اربعه بالعرض. اربعه بالطول واربعه بالعرض لحد ما اخلص الصينيه كلها. بيبقى شكله جميل، لان كنت ناويه اصلا ان انا اقدمه كده في الصينيه اللي هي فيها دي. يعني هي صينيه صغيره ما بتاخدش كتير. يعني انا عامله يعني نص كيلو رز وحبه صغيرين. عملوا لي الصينيه ديت لان الرز شويه واللي هي ورقه الكرنب كبيره شويه، يعني بس مش كبيره قوي تضيع طعم المحشي. لا، حاجه يعني اكتر من الوسط شويه. اهو يا جماعه بصوا، بعمل واحده يعني تلاقي اربعه بالعرض واربعه بالطول لحد ما اخلص الصينيه بحالها. برصه كده جنب بعضه يا جماعه، بس ما بتكاش عليه. لو انا اتكيت على المحشي ورصيته جامد كده جنب بعضه مش هيشرب الميه كويس، وهيبقى زي ما بيقولوا الحله موزوره. لكن كده هوت، او الصينيه تبقى موزوره مش عارفه تتنفس. بسيب تهويه كده بين كل صابع وصابع كده، علشان ما تبقاش زي ما بنقول كده موزوره يعني، او مش عارفه تتنفس او حاجه كده. اهو بصوا يا جماعه، قعدت ارصها لحد ما خلصتها كلها وبقى شكلها جميل، لان العين يا جماعه هي اللي بتاكل قبل البق. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، شكلها جميله اهيت. ادي الصينيه كلها انا خلصتها، وكمان عملت برام كمان جنبها اوريهولكم دلوقتي. قلت اعمل عندي حتتين فراخ، انا باخد على قدنا بس يا جماعه. ما بعملش الفرخه كلها وتبات تترمى من هنا لهنا وبعدين تترمى. لا، بعمل على قدنا. يعني انا اخدت 4 حتت اهمن، وحطيت عليها توابل فراخ وفلفل وكمون وحبه كمون شويه صغيرين، وبصل وطماطم، وممكن احط فلفل اخضر، فلفل الوان كده، جزر لو عندي. واللي انا حطيته ده يا جماعه عسل اسود، ما هوش اي صوص تاني يعني. ده عسل الاسود بتاعنا كده، بحط معلقه بتخليه في منتهى الجمال. ولو عصرت عليه نص ليمونه كمان يبقى اجمل، ويخلي الفرخه مقرمشه كده وطعمها جميل. ما تخافوش يا جماعه، مش ممكن تخليها طعمها حلو يعني مسكر. لا، انا بحط قيمه معلقه، ما بتخليهاش طعمها مسكر ولا حاجه. وبركنها شويه لما هدخل بقى كله مع بعضه الفرن. هنا يا جماعه حطيت حبه ميه على حبه لبن، علشان انا ما عنديش شوربه احطها على المحشي. حطيت حبه ميه على حبه لبن، وحطيت معاها شطه حمراء وحبه كمون وحبه فلفل اسمر وحبه بابريكا، وهسخنهم كده على النار. يعني اديهم يعني قبل ما يوصلوا للغليان كده شويه. وعندي صينيه المحشي جنب اهي، هحط عليها من حبه الميه اللي انا حطيتهم دول يعني. اهو
مش هكتر الميه يا جماعه، يعني يا دوبك الرصه تبان كده، يعني الرصه تبقى باينه من الميه. بصوا يا جماعه، وبعدين بهزها كده شويه عشان ايه؟ اشرب اللي تحت، يعني الطبقه اللي تحت اشربها من الميه دي اللي انا حطاها. ميه عليها ملح، عليها كمون، عليها فلفل اسمر. بس بدوق المحشيه الاول يا جماعه، هي حادقه ولا لا، وازود بقى الملح على اساس ان اشوف ماء الحدق بتاعها ايه. ماشي يا جماعه، انا بفرق كده بالراحه علشان الميه دي تدخل جواها. يا جماعه نسيت اقول لكم ان انا في قعر الصينيه حاطه طبقه كده، يعني ورق اخضر، علشان بردك الصينيه يعني لو انا نسيت شويه في الفرن ما تعملش مني قعر. وكان عندي حبة ورق خاص كده، قلت اكتم عليها علشان تطيب بسرعة يعني وما تاخدش وقت. حطيت يعني دول حوالي دورين 3 ورق خاص فوقها كده، وهزقيهم حبة شوربة كده، حبة مية، علشان بردك ما يبقوش ناشفين. وهغطيها واحطها في الفرن على طول. ومعايا دوت البرام بردك اتبقى معايا حبة، حطيتهم في البرام. اهز شوية كده يا جماعة علشان المية او الشوربة تنزل تحت، عشان كل المحشي يتشرب من الشوربة دي. بصوا يا جماعة اهي المية، ودي طابة اهوت بسرعة الصاروخ. بصوا يا جماعة اهون، واشيل اهون بصوا يا جماعة عاملة ازاي، لا اتحرقت ولا وشها عامل اي حاجة. بسم الله ما شاء الله عليها، في منتهى الجمال. جماعة لو وصفاتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. ودي كانت وصفتي النهاردة، وفطرنا النهاردة في رمضان. رمضان كريم، ويا رب تكون وصفتي عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.